سقوط لعبة كهربائية في منتزه الجبل الأخضر وأنباء عن وفيات وإصابات، وإليكم التفاصيل. ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. باشرت الجهات المعنية في محافظة الطائف حادثة سقوط إحدى الألعاب الكهربائية داخل منتزه الجبل الأخضر مساء اليوم الأربعاء، حيث تم على الفور إخلاء الموقع من الزوار. وأفادت أنباء عن وقوع وفيات وعدد من الإصابات المتفرقة جراء الحادث، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالطائف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تصدر حتى الآن إحصائية رسمية بعدد الضحايا. كما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، فيما صدر بيان بإغلاق المنتزه في الطائف وقطع التيار الكهربائي عنه عقب حادثة سقوط لعبة كهربائية. نسأل الله السلامة وأن يحفظ المصابين ويشفيهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم آمين.